هي كل شيء لك، يدك، رجلك، عيونك. طبعا الحمد لله. أمي طبعا تعتبر كل شيء لي في الحياة بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ما أقدر إيش أقول عن أمي، إيش أقول؟ مهما تكلمت ما بقول شيء. لو أقول لكم عمل واحد بس، أنا أمنية عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في أي دوا مناسبة أحضنها. تجي العيد والمناسبة أمي فيها حسرة أكثر مني. لكن لو سألتكم أنتوا الآن متى آخر مرة ضمت أمك؟ أنتوا اللي أمامي واللي في التلفزيون، متى آخر مرة ضمت أمك؟ الحمد لله. الحمد لله. أمي في داخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم تقول لي نفسي يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ماسكني وتطوف بي. الحمد لله. لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، إيش هتعمل؟ ها؟ رد عليها. خذ ملايين. تاخذ ملايين، شربت الملايين ما نزل شيء، إيش حتسوي؟ تروح المستشفى. طب 10 أيام بطنك ما مشيت، إيش حتسوي؟ عملية مستشفى. طب أنا لي 16 سنة كل 10 أيام ما تمشي بطني، كل 12 يوم، كيف أسوي؟ كل 10 أيام أروح المستشفى؟ عندي أمي الله يعطيها العافية تخرج اللي ببطني بيدها، اللي ببطني تخرجه بيدها. من يسوي لك كده غير أمك؟ وأنت تفضل زوجتك على أمك، الحمد لله. والله تفضل ولدك على أمك، تفضل صاحبك على أمك، الحمد لله. فين قسوة القلوب هذه ايش؟ الله يرحمنا ورحمته. حرمة اللي اتصلت بك يا عبد. حرمة دقت علي حرمة، وكان عندي محاضرة قالت أبغى أكلم عبد الله، رد عليها خالد صاحبي قال لها يا أمي خالد عبد الله مشغول شوية. قالت له أسألك بالله قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم إنه يضم أمه، أنا أبنائي عندي وانحرمت إنهم يضموني، ما فيهم ولا شيء، ولا واحد فيهم يدخل يضمني. قاسية قلوبهم، قاسية قلوب الناس. اتقوا الله والله، الزم رجلها بالجنة تم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تتجرأ على امك وابوك وتبر صاحبك وصديقك. قتلوهم. اي والله قتلوهم ابناء يقتلوا ابائهم وامهاتهم. قال الشاعر اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر،
ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة من الآن أنا حجة له عليه، من الآن يعلن التوبة بينه وبين الله، ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجول أمه وتوبوا إلى الله. الله يغفر لنا يا شيخ معلش